السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. في الفيديو ده هنعمل قرص الفرن اللي بعسل وقرفة. تنفع جنب كوباية شاي كده في السحور او نقنقة بعد التراويح. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس، ويلا بينا نبتدي. هبدأ ان انا انزل المكونات كلها بتاعتي في العجان، وعادي جدا ان احنا نعجن على ايدينا، مفيش اي مشكلة. هنزل بالمكونات كلها، والمية هفضل انزل شوية بشوية، عشان طبعا زي ما اتفقنا ان كمية المية بتختلف على حسب نوع الدقيق. فهبدأ ان انا انزل واحدة واحدة كده المية لغاية ما العجينة عندي تتكون، تبقى بالشكل ده، طرية ولينة وبتلزق شوية بسيطة جدا. شايفين بالشكل ده بالظبط. بعد كده هقسمهم. انا قسمتهم بالميزان، حوالي القطعة حوالي 40 او 35 جرام، وهسيبها تريح حوالي ربع ساعة. وبعد كده هبدأ ان احنا نشكل الفطاير بتاعتنا او القرص بتاعتنا. انا هحشيها هنا سكر وقرفة وفيها مكسرات. بنحط كمان حوالي معلقة من دقيق السيمولينا. طبعا المكونات كلها هكتبها لكم في الديسكريبشن بوكس. شايفين بقى الطريقة بتاعة الحشوة عاملة ازاي؟ احنا الاول بستخدم الدقيق، بيساعدني ان انا افتح العجينة. بغرق صباعي بالدقيق كده اللي انا بفتح بيه العجينة، او بحفر في العجينة الحفرة اللي انا هحط فيها الحشوة. ولازم اتأكد كويس قوي ان احنا قفلنا كويس قوي العجينة، علشان السكر ما يسحش ويخرج بره الفطيرة. شايفين انا هنا بتأكد كويس قوي ان انا قفلتها حلو ازاي. تاني طريقة الحشو، انا صباعي بغمره كده في الدقيق، وبعد كده ببتدي ان انا افتح حفرة كده في الكورة بتاعة العجين، وهحط فيها الحشوة واقفلها كويس قوي بالشكل ده. هخلص الكمية كلها بتاعتي، وبعد كده سيبها تريح طبعا عشان نعرف ان احنا نفردها، عشان هي مش هتبقى كورة كده. وحشيت حوالي قطعتين او 3 بالشوكولاتة كده، كانت حلوة قوي برضو. انا استخدمت حوالي 2-3 من العسل الاسود، وخففتهم بشوية مية صغيرين قوي، علشان ده اللي هنستخدمه ان احنا نثبت بيه السمسم. الاول هناخد القطعة بعد طبعا ما هي ما ريحت العجينة حوالي تلت ساعة. هناخد القطعة كده نغمزها في العسل بالمية ده، وبعد كده نغمزها في السمسم ونفردها بالشكل ده بشويش كده، وهيبقى خلاص القرص عندي هتخمر وتدخل الفرن. هخلص بقى الكمية بتاعتي وهسيبها ان هي تخمر. هسيبها تخمر في الفرن بسخنه كويس قوي. بعد كده هطفيه واحط الصواني بتاعة قرص، هتخمر في الفرن بشكل حلو قوي واسرع من ما هي بره، بالذات في الشتاء اللي احنا فيه ده. وبعد كده هدخلها بقى في الفرن بعد ما تخمر وتبقى بالشكل ده. هدخلها في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. لو الوش مخدش لون، فاحنا بنقفل بقى من تحت ونفتح الشواية. شايفين هي ناجحة قوي ازاي من جوه؟ شايفين عاملة ازاي هشة وطرية، ومن جوه السكر عامل ازاي. طبعا انتوا ممكن تحشوها بقى اي حاجة انتوا عايزينها، ممكن تحشوها شوكولاتة، ممكن تحشوها مربى، احشوها اي حاجة انتوا عايزينها. شايفين شكلها عامل ازاي جنب كوباية شاي بقى؟ والف هنا، جربوها وقولولي رأيكم، واشوفكم على خير الفيديو الجاي، ورمضان كريم.